الحديث على السيد الرئيس السي عبد الله بوانو، وفيه واحد شي حاجه يعني مبطنه ديال التهديد. راه عندك الحسنه ولكن رد بالك، هذا الشيء خطير 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 جدا، هذا الشيء صعيب شويه. طيب حنا غادي نجيو من الاخر، ما ديروا لناش بحال داك الشيء ديال القطيع والاستيراد ديال الابقار وداك المواشي. كنا طلبنا بلجنه تقصي الحقائق، ياك هذا الشيء اللي قلنا حنا خطير. تفضلوا نديروا لجنه تقصي الحقائق في الموضوع شتي. ها انت ملي كتحصل كتقول المزايدات. طيب سيدي السيد الرئيس سي شوكي لا سي شوكي ما عندكش الحق تقاطعوا. ما عندك سي شوكي، ما عندكش الحق تقاطعوا. طيب حنايا ها هما كنقولوا لكم اسيدي تفضلوا خذوا الرئاسه ديال لجنه تقصي الحقائق فيما يتعلق بهذا الشيء ديال تضارب المصالح على هذا المختبر، على هذا الدواء، وماشي غير على هذا الدواء. نديروا مختبر ديال هاد لي زوتوريزاسيون كلهم، تسمى اللي كيتسموا لي زاتي. حنا كنقولوا لكم ونؤكد فيها الفوضى، فيها المحسوبيه، فيها تضارب المصالح، فيها شركات جديده اللي ولات كتاخذ هذا الشيء ديال الصفقات ديال الصحه. لان قلت لك راه ما بقاش سميتها وزاره الصحه، ولات سميتها وزاره الصفقات. ولهذا حنا ملي غادي نتكلموا في الموضوع تكلموا في الموضوع. السيد الوزير جاب واحد المنهجيه، حنا متفقين. السيد الوزير قلتوا لنا سيدي اللي ما كنصنعوش 2.5 الله يبارك، اللي كنصنعوه 100% غادي نحميوه. وحنا راه عندنا تعديل جبناه، واخا نصنعوا الى عندنا شركه وحده اللي كدير لنا 100%، ما نخليوش المصير ديال البلاد عند واحد بوحدو اللي يقدر يحتكر السوق، لانه من بعد غادي يولي يفرض عليك الشروط ديالو. وهذا الشيء حنا قلنا حتى في الصفقه ديال لا ديجيتاليزاسيون. السيد وزير الصحه اللي باغي يحيد 4 ويخلي غير واحد، وحنا كنقول له رد البال، راه غير لا تعرض هذاك الشيء لهذاك السيبر كريميناليتي ولا هذاك الشيء مشات البلاد. ما باغيش يسمع، باغي يعطي الواحد، وهادو ناس كانوا عندهم وحيدوا لهم الصفقات. ملي كنتكلموا على الدواء سيد الوزير، انا نقول لك المعطيات قلتي غير من هنايا الغرفه الثانيه ما غاديش يكون عندكم المعطيات. لا وزاره الصحه عندها المعطيات ولا الوكاله عندها المعطيات. لان واش على من كنتكلموا؟ واش كنتكلموا على التغطيه الصناعيه ولا كنتكلموا على التغطيه التجاريه؟ الا كانت على الصناعه الصناعيه انا ادعوكم السيد الوزير تمشيو للمصانع الوطنيه المغربيه، قول لهم شحال هي لا كاباسيتي دو فابريكاسيون عندكم. ما كيتجاوزوش 40% السيد الوزير، كاين اللي 30%. بمعنى عنده القدره على التصنيع ولكن ما عندوش القدره على المنافسه في السوق، لان هذاك المستورد رخيص، مولاه ما كيستثمرش، ما عنده وزين، ما عنده حتى شي حاجه، كيمشي للشينوا والهند وكيستثمر وكيجيب بحال اللي دار لنا هذا. اما الاخر كيستثمر، وملي كيستثمر خصو شي شويه هذاك الاستثمار يدخلوه في الثمن، ما يمكنلوش ينافس. اذا الا قادين تجيبوا لنا هذه المعطيات لما هو تجاري ولما هو صناعي، حنا معاكم. علاش قلنا لكم حنا ماشي مع هذا الشيء؟ لان المعطيات ما كاينش. هذا الشيء علاش قلنا لكم ردوا البال مع هذه الرسوم. حنا متفقين معك سيد الوزير، الرسوم الجمركيه ليست هي المحدد الوحيد في السعر. طلبنا طلب واحد، كل ما نهبطوا في الرسوم الجمركيه اوتوماتيكيا تمشي السعر عند المواطن. هذا الشيء ما كاينش السيد الوزير. اش بغى يقول لنا وزير الصحه؟ ياك العام اللي داز صوتنا على هذا الشيء، ياك خفضنا الرسوم، كان شي تغيير في الاسعار؟ فين مشاو هذوك الفلوس؟ حنا كنبقاو هنا نشرعوا ونضاربوا الى اخره، الناس دايرين مع راسهم وكيديروا دوك الفليسات جيوبهم وما كاين حتى مشكل. ولهذا حنا شنو قلنا؟ قلنا الا كاين عندنا الشركات اللي كثر من 4 ديال الشركات وطنيه تصنع تغطي 100% من الحاجيات ديال الدواء في المغرب، نديروا 40%.
نديروا 200%، ما نخليوش دواء واحد يدخل لنا من برا، ونخلقوا فرص الشغل ونضبطوا الجوده. علاش تكلمت قبيله على الجوده ديال هاد لي زاتيو؟ لي زاتيو ما كانش الجوده السيد الوزير، كاين ملفات كيجيو مقادين مشريين مصاوبين من الشينوا من الهند ما عارفينش هذاك الدواء شنو فيه. حنا ديالنا هنا كنخرجوا لهم عينيهم في الجوده، وهذاك اللي يجي مره يجيب لك ملف ها هو سي كونفورم سي هادي سي، حنا ما كنعرفوش، كنا نديروا ليباري تما للمغاربه، معليش هذوك غير مغاربه نجيبوا لهم اي دواء ونعطي لهم اي شيء. وقلنا الا كانوا ثلاثه ديال الشركات نديروا 80% و20% ديال وإلا كانوا جوج تاع الشركات نديروا 50 وإلا كانت غير شركه وحده اسيدي نديروا 2.5%. الا كنا بهذا المنطق حنا رحنا متفقين معكم، ولكن نشرعوا في لو فلو، قلنا لو فلو. هاد الوزاره كتقولوا لنا التراكم، ما كانش الاعفاء من الجمارك على الادويه في التراكم. اليوم اللي ولينا كنهضروا عليه كانت التيفيا 50% ديال الادويه بدات بالامراض المزمنه وحنا جايين 50، انتم درتوا 50 متفقين. لا غير المشكل تاع هذه الحكومه، انا نقول لك سيد الوزير ما كنهضرش عليك، ما كاينش التواضع. وزير الصحه ذاك النهار جي كيقول لك انا بنيت للسي اش في 12 جهه، انا بنيت 145، بمعنى جينا ولقينا المغرب ما عنده مستشفيات، ما عنده، والمغاربه كانوا عايشين في الاكواخ. جات هذه الحكومه هي اللي دارت التغطيه الصحيه، هي اللي دارت كل شيء، وما كانوا لا برامج ولا حتى شي حاجه. ما عرفين كنا عايشين حنا ديك الساعه. حنا غير السيد الوزير الله يجازيكم بخير، هذا الشيء نتاع الادويه راه شويه يعني ماشي سهل، ولكن غير نمشيو بواحد المنهجيه، وعطيو لنا المعطيات الكافيه. حنا رحنا معكم مادام هذوك الربعه اللي هضرنا عليهم في الاول، والسياده الدوائيه اللي تكلم عليها جلاله الملك، خاصنا تكون عندنا حتى هي رقم واحد من النهار اللي كان الكوفيد وقبل ومن بعد الكوفيد. نحافظوا على الصناعه الوطنيه ونحافظوا على المواطن ونحافظوا على الصناديق والتوازن المالي ديالها. رحنا معكم 1000%. غير ذلك اللي عنده تضارب مصالح خصو يتحاسب السيد الوزير. ما يمكنش يجي شي واحد يبقى يدافع لنا على تضارب المصالح ولو ديلي دينيسيي ويقول لنا راه كاين الشركات وما عرف شنو اللي كاين. حنا كنقولوا لكم الا كنتم مستعدين نديروا لجنه تقصي الحقيقه، ما عدا ذلك هو المزايده. شكرا.